السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دافع بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن لاعبيه بعد التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا بفوز عريض بنتيجة 4-0 أمام ريال مدريد حامل اللقب. وقال غوارديولا في تصريحات أبرزتها صحيفة ماركا الإسبانية، وقال: لقد تأهلنا للنهائي بأفضل سيناريو بعد أداء رائع أمام ريال مدريد. وأضاف المدرب الإسباني حيث قال: لقد تمنيت هذه القرعة لأن ما حدث لنا الموسم الماضي كان صعبا، وقيل إن لاعبي السيتي بلا قيمة ويفتقدون الشخصية، رغم أننا فريق مذهل. فزنا بالدوري الإنجليزي 3 مرات، وتواجدنا من قبل نهائي دوري أبطال مرتين، وصعدنا للنهائي مرة واحدة. وأشار بيب أنه قال حين ذاك: توني كروز العام الماضي أحد أفضل اللاعبين الذي رأيتهم على الإطلاق، قال إنهم يستحقون خسارة مباراة الذهاب الموسم الماضي بنتيجة 10-1. لقد صرح بذلك لأننا بالفعل قدمنا مباراة رائعة، لكننا استفدنا من جرح الموسم الماضي، وكرة القدم منحتنا فرصة للانتقام. وكشف أيضا حيث قال: قلت للاعبين إذا أردتم مواجهة إنتر ميلان في النهائي عليكم الفوز على ريال مدريد، ولكن للأسف إذا لم تفوز بدوري الأبطال يكون عملك غير مكتمل. وواصل المدرب الفني للسيتي حيث قال: لا أبالغ في توقعاتي لدرجة التفكير في الفوز بدوري أبطال أوروبا كل عام، ولن أقول إن ريال مدريد فريق سيء أو أن أنشيلوتي كذلك، مثل ما قيل عنا بعد عدم فوزنا باللقب الأوروبي الموسم الماضي. وشدد أيضا: لا يوجد فريق يفوز دائما، ولكن يبقى أهم هو الاستمرار في المحاولة، وفي مرة سيبتسم لك القدر. كلكم تعلمون أنا كتالوني، وبرشلونة خسر 3 نهائيات قبل أن يفوز بلقب دولة. وختم بتصريحاته قال: كل السيناريوهات واردة في كرة القدم، ففي الموسم الماضي كورتوا أنقذ فرصة ببراعة، وميندي أبعد كرة من على خط المرمى، وفي هذا الموسم تفوق ريال مدريد علينا لمدة 15 دقيقة في مباراة الذهاب، وكان بإمكاننا أن نتقدم 2-0، لكننا عدنا من برنابيو بالتعادل، وكانت نتيجة رائعة لنا.